السلام عليكم، معكم عمر من بودكاست أبو فهد، واليوم الحلقة الرابعة من البودكاست. انتقلنا لقطاع جديد مختلف عن قطاع الستارت ابس أو الشركات الناشئة أو حتى المطاعم. اليوم معانا ضيف مميز من ثاني أكبر قطاع في قطر بعد قطاع الطاقة، قطاع العقارات. معانا اليوم أنتوني عوكر أبو يوسف من كابستون. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. الله يخليك، شرف لنا يعني. مثل ما قلت لك أنا كتير مبسوط إنك يعني دعيتنا للبودكاست. بالعكس والله أنا كتير مبسوط إنك يعني قبلت الدعوة وإنك معي اليوم هون. كتير حابب أنا شخصيا على المستوى الشخصي أتعرف أكتر على قطاع العقاري في قطر، وخصوصا ما بعد كأس العالم حيكون في كتير نقاش أعتقد مختلف. خلينا نقول حيكون في بعض الوعي عن الأرقام، البيانات، ممكن بعض الأشياء كان متعارف عليها أكتر في السابق وهلا يمكن اختلفت، خصوصا مع عدة قرارات أميرية في موضوع التملك والاستثمار في قطر بشكل عام والعقارات بشكل خاص. قبل ما نبلش على الورقة، مين أبو يوسف؟ كيف جيت الدوحة؟ إيش الباك جراوند تبعك؟ نعطينا بس هيك يعني نبذة شخصية عن حضرتك. أنا بالأساس شوي بعيد عن الريل استيت. بالأساس أنا دارس قانون، عندي شهادة باتشلر إن لو. جيت الدوحة صدفة يعني. كنت أنا ورفيقي يعني راح يقدم على شغل، فراح هم رفضوه وفلينا. فأنا ضلت الموضوع يلعب براسي، فرجعت عن نفس الشخص. قلت له صراحة أنا مش عارف الشغل شو ولا عارف، بس أنا دارس نفس ما صديقي دارس، فبجوز انقبل. وعملت الانترفيو والرجال مشي الحال، وهي جيت على قطر. أي سنة؟ هي سنة 2008، 14 نوفمبر 2008 الساعة 4 وصلت الدوحة. ما شاء الله. ايه. بالعقارات كنت مع شركة اللي كانت مسؤولة عن إدارة اتحاد الملاك باللؤلؤة. جميل. فكانت بدايتي باللؤلؤة بموضوع إدارة المرافق وإدارة العقارات وإدارة اتحاد الملاك، اللي هو نحن يعني كان أول اتحاد ملاك بينعمل في اللؤلؤة في الدوحة أو في قطر. كنت أنا مشارك فيه يعني، وكان شيء يعني جديد على الناس. يعني أنت عم بتخبر شخص متعود تعرف ساكن لحاله بفيلا، تيجي تقول له مثلا لا لازم تدفع فلوس على شقتك، يقول لك شقتي أنا كيف أدفع لك فلوس عليها؟ هي السيرفيس تشارج، هالموضوع خدمات. بس إنه الحمد لله يعني الأمور مشيت وهيك صار. وبعدين انتقلت من هذه الشركة على طول على كابستون، أسستها. وين كان البريدج؟ وين كان الجسر اللي انتقلت فيه من خلينا نقول الوظيفة إلى ريادة الأعمال أو تأسيس شركة خاصة بها؟ فالفكرة كانت إنه الشركة اللي أنا كنت فيها خسرت العقد تبع اللؤلؤة. أوكي، فكان عندي تو تشويسز، يا أحصل شغل ثاني، وكان عندي أوفرز كتير منيحة يعني الحمد لله. لو شغال مع أول اتحاد ملاك فأكيد يعني هاي خبرة دائما في البداية بتكون أنت من المؤسسين. صحيح. كل مرة بمشاكل مستحيل حتى يمر فيها يعني. صحيح. فقعدت أفكر يعني، قلت مثل ما بيقولوا it's now or never، يعني يا باخد ستيب وبحاول أنا أعمل شيء، لأن شفت في جاب بمطرح معين أنا ممكن يعني يكون إلي إنبوت معين فيها. واستشرت زوجتي، لأن قلت لها شو يعني عنا الشغل هيدا فيه أوفر جدي وزين يعني الحمد لله وكذا، وفي إنه ناخد هالريسك ونشوف نحنا وين نقدر نوصل. فلا شجعتني صراحة وقالت لي خلينا نتكل على الله ونحاول يعني ونشوف وين بنوصل بالعملية. واجت فكرة كابستون من النقطة هاي. وكابستون تعني بيسيكلي هو الكراونينج اتشيفمنت إذا بدك، ولا لما تكون عم تعمل مثل يكون الحجر الأساس اللي بتحطه فوق ليثبت، هو كابستون اسمه كمان. فبلشت فكرة كابستون، وأول ما بلشت كنت أنا وشخص بس، وكان مكتبنا بالغرافة. إذا بتعرف المكاتب اللي بيجوا مثل غرف 2 بدروم وصالة. أيوة. وهي أيوة. فبلشنا هلا منعوها وقفوها. فبلشنا هيك على هالصعيد، ومن شخصين لكابستون اليوم ما شاء الله يعني 140 موظف. كم جنسية عندك تقريبا؟ فوق 20 جنسية. جميل.
جميع. هل كنت تتخيل انه توصل لهذه المرحله في هذيك الايام؟ كنت يعني قلت انه احنا حنسعى، هي كان هي فكرتك فعليا او مش خلينا فكرتك، هذا كان نظرتك للمشروع؟ يس يعني شوف الهدف كان من الأساس ينعمل شيء بيج، ولهالشكل كان على طول اللونج تيرم فيجن هي اللي ماشية معنا واللي عم نفكر فيها. بتقلي اكزاكتلي مثل ما نحن اليوم أنا كنت متخيل، لا يعني بالعكس الحمد لله صرنا أكثر، بس إيه كان الهدف إنه نعمل شيء له بصمة يعني كبيرة بالسوق القطري. فاليوم خلينا نقول أول ستيتمنت هنعملها إنه اليوم أنت مرات بيكون عندك دافع من داخل وانت عندك خبرة وذو مهنة، ويجيك اوفرات خصوصا في سوق صغير زي قطر مبني على المعارف، ولكن القرار بيرجع لك في انك تاخذ على وظيفة ممكن تكون انت سكيورد اكتر، تكون مؤمن اكتر، او تروح تنطلق مشروعك الخاص اللي فيه مخاطرة اعلى، فيه ضغط نفسي اعلى، فيه ريسك اعلى. فهذه خلينا نقول ستيتمنت 1. صحيح. بنفس الوقت تبني من اليوم الأول نهج أو فكرة مشروعك، خلينا نقول بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، وهذا مش ضروري يكون مكتوب على ورقة أو بيزنس بلان أبدا، هو فقط عبارة عن تخيل في مخيلتك، ضلوا دايما المرجع الرئيسي لوين أنت رايح وين أنت مندفع بهذا المشروع. كابستون اليوم صار عمرها 12 سنة. 12 سنة. الانيفرساري متى بالضبط بيكون؟ أي شهر؟ عفوا أي شهر بيكون الانيفرساري؟ نحن 11 نوفمبر 11 يعني هلا يعني فريش من فترة بس ايه 11 نحن كان يعني في بلان لاحتفال وبس بسبب يعني الوضع قررنا انه ما يعني منطقي. طيب فلما اطلقت انت حضرتك كابستون، خلينا نقول اهم 3 شغلات كنت عن جد شايفها ضرورية انا كمؤسس لشركة في القطاع العقاري اني احرص تكون موجودة عندي في الشركة، لانه اما العميل في قطر ما عنده اياها او الناس لا تهتم فيها من ناحية موردي خدمات. فإذا مو مثلا 3 نقاط رئيسية ركزت عليها خصوصا في البدايات. في البداية هو فعلا هم كانوا 3 نقاط. اول نقطة كنت انا شايف حتى كواليتي الماركتينج ولا العرض ولا الكذا كان تشالنجينج، يعني تحصل صور على الاونلاين مثلا الغرفة مثلا مش نظيفة، الصور تعبانة، مش كلير، مش كذا. فأنا كان الهدف نمبر 1 إنه لا يعني اليوم أي شيء اليوم بده ينعرض يكون ليبلد كابستون، يكون بروفيشنال فوتوغرافي، تكون النظافة الكذا، على أساس تخلي زبون فعلا يشوف العقار على ما هو عليه. هيدي النقطة الأساسية. النقطة الثانية البروبرتي مانجمنت، إدارة العقارات. كان في كتير مثلا شركات بحطوا تايتل عنا إدارة بروبرتي مانجمنت عنا بس نحن effectively فتنا فيها على الآخر. يعني أنا اكتشفت في جاب إنه يكون في شركة بروفيشنال تعمل إدارة عقارات لملاك اليوم، لأن ما شاء الله في كتير ناس عندهم عقارات بس مثلا مش عارف يديرها صح، ولا حاطط شخص مش بجوز يكون كفؤ كتير إنه يدير ليها، وهذا الشيء بيأثر على قيمة العقار، بيأثر على الأجار اللي بيجيبوا من العقار ولا مدخول العقار. فموضوع إدارة العقارات بشكل صح بيحسن من العقار، بيحسن من المدخول اللي بيجي من العقار، بيعطي العقار عمر أطول، وبيفيد صاحب العقار بشكل كتير كبير. فأنا شفت الجاب هون كمان موجودة. وثالث شغلة إذا بدك العميل، يعني اليوم نحن عطول الهدف تبعنا مع العميل ولا أي شيء بنشتغله معه لونج تيرم. أوكي، ما بنحاول مثل ما بيقولوا انه نعمل يلا ديل هلا بالتي هي احسن، بس يلا ناخذ اللي فينا ناخده من هالديل وبعدين بنمشي، لا. فكان الهدف على طول اليوم انه تكون الديل او العمليه اللي مع العميل لونج تيرم. وهذا الشيء مبرهن اليوم معنا، يعني انا الكلاينتس تبعي مثلا في ناس معي صار لهم 10 سنين، في ناس معي صار لهم 7 سنين، 8 سنين، 5 سنين، ما شاء الله. يعني فهالشي دليل انه الاستراتيجيه اليوم انه اي شخص بيجي يحط استراتيجيه لونج تيرم هي اللي بتفيد. طيب مين كان اول عميل كابستون؟ اول يقول اسمه لكن ممكن تذكر الكاركتر، طريقه التعارف عليه. اول عميل لكابستون كانت ممرضه من مستشفى حمد، خلينا نحكي كمستاجره. حلو. اوكي.
يعني اول ديل اللي انا عملته كان رفيقي عنده شقه باللؤلؤه وعرضتها، يعني انا حتى عرض والا بتتصل لي ممرضه من مستشفى كيف حمد. عرضها اونلاين. على وين؟ كان ما لك موقع لسه؟ ما كان عندك موقع؟ يا قطر ليفينج. لا اونلاين كان قطر ليفينج وقتها، ما كان حتى بلش بروبرتي فايندر اللي هلا موجود. فقطر ليفينج كنا عارضين على قطر ليفينج والا بتتصل فيه يعني. شو اسمه، رحت وعملت لها الفيوينج وشرحت لها وكذا، وما شاء الله الحمد لله يعني من اول زيارات اللي خلص باخذها ان شاء الله للشقه وكذا. فهي كان اول ديل انا بعمله بالشركه بشقه باللؤلؤه. بتذكر رقم الشقه حتى 1104 واسم العميله كمان تسنيم كان اسمها. ايه فروم دي اس. فهي اول ديل انعملت بكابستون. كيف كان شعورك؟ يعني نتكلم اكثر عن موضوع الايموشن. قديش اخذ فتره من اول ما اطلقت خلينا نقول الشركه الى اول عميل؟ اذا كان ممكن في فتره، هل كان في مثلا في فتره انت كنت متشجع بعدين حسيت انه لا مش مهم بعدين رجعت يعني مش ما فيها مردود بعدين؟ كيف كان اول خلينا نقول 3 شهور من الكابستون؟ او مثلا كان بسبب انه انت اوريدي عندك علاقات، وهذه مرات من النصائح المهمه انه انت ما تبدا مشروع في شيء انت لا تفهم فيه. صحيح. ولا عندك علاقات فيه. صحيح. ولا دارس فيه. صحيح. في ناس بيقولوا والله هاي الناس كلها فاتحه زي هاي ممكن اروح معاهم. صحيح. فكيف كانت اول 3 شهور؟ هو مثل ما تفضلت وقلت اليوم اهم شيء نحن اول 3 شهور شو كان الهدف الاساسي؟ كمان بدك هون تعطي شوي اوقات الشغله حقها لتقدر تفيدك. يعني انا اول 3 شهور ما كان في بانيك انه بدنا عملاء ولا بدنا نشتغل، لا لازم نحن نكون جاهزين. يعني كان اول 3 شهور بيسيكلي كلها تحضير ونسوي اوراقنا ونسوي امورنا والبروسيسز كيف لازم تكون، مع انه ما عندنا شغل بعد، بس قعدنا نرتب كل الامور هاي على اساس اليوم نحن بس نصير جاهزين انه نستقبل عملاء، تكون انت شوي تعطي الاكسبيرينس المنيحه للعميل لتقدر تحافظ عليه. ولا لو بتستعجل عشان تاخد اول عميل وتكون خبرته معك مش منيحه، بتبلش تاخد ريبيوتيشن مش منيحه من الاول، فهاي مشكله بالنسبه لنا. فلا اول 3 شهور كانت اوكي. اذا بدك البانيك مود شوي اللي بلشنا نحس بالضغط كانت بعد تقريبا 9 شهور. انت تدري بتكون حاطط بادجت وماشي على اساسها وتبلش الفلوس شوي تخلص وبدك تخلص، يعني you need to start يعني انك cover your cost. you need to inject. وتعرف الناس اللي معك مش على طول هي اللي بيحبوا يسمعوا انه we need some more cash. فهي هون شوي قطعنا بفترة صعبة، بس الحمد لله رحت عم بعمل بريزنتيشن لعميل مهم، ف يعني عجبته البريزنتيشن وعجبه نحن شو عم نعمل وعجبه البيرسوناليتي تبع الشركة كذا، فقام داخل معنا. وهي كانت هيدي البوش إذا بدك الثانية لكابستون تو بي اون ذا رايت تراك. فلما دخل معنا في كابستون هذا الموضوع عطانا بوش كبير. وهو ما شاء الله كمان عنده بلان بالعقارات انه يتوسع، وتوسعنا مع بعض وطلعنا ورجعنا بلشنا كمان تكبر الشركة شوي شوي. واذكر شغلة كمان انه بيجيك بريك اوقات ولا بيجيك فرصة، والفرصة اذا عرفت استغليتها وعرفت تشتغلها صح وما تحاول تعتبر انه الفرصة هاي انت بدك تاخد منها كل شيء، لا تفكر كيف بدك تعطيها للفرصة، بتغير كتير معك بالشركة. يعني أعطيك مثل، بعد ما دخل معنا الشخص هذا اجاني فرصة برجين في اللؤلؤة إدارة عقارات. كنا نحن بالشركة كلها 3 موظفين. رحت عملت بريزنتيشن وحطيت ستراكتشر للشركة وإنه عنا ولا ديبارتمنت إدارة عقارات وديبارتمنت محتوى. الكلام هذا كله ما كان يعني موجود، بس في ديبارتمنت هو نفس الشخص بيكون بالضبط عادي جدا. نعم. بس قصدي اليوم نحن شفنا كيف اليوم هيدي الفرصة لازم نعطيها حقها، ودخلنا بطريقة معينة وبريزنتيشن معينة كذا، وأخذنا الحمد لله الشغل. وطبعا ركبنا التيم وركبنا كل شيء. وهيدي كانت كمان بريك تاني، انه اليوم شركة مش كتير معروفة بالسوق، لسه بادي لسه كذا، تاخد اكسكلوسيف إدارة عقارات وتأجير في اللؤلؤة برجين. طيب خلينا في ستيتمنت من عندك كتير ذكرته بالبروفايلات الشركة، السوشيال ميديا، الموقع الإلكتروني، ذكرته كتير موضوع التركيز على خدمة العملاء. إذا ممكن تلخص لنا إياها بشكل سريع، كيف تطلع كابستون على العميل سواء كان مستأجر أو مؤجر
بائع او مشتري، بروبرتي مانجر، صاحب عقار، او هذا كيف نظرتكم هذا، وايش فعلا الاشياء اللي انتم يعني تاخذوها بعين الاعتبار فعليا، مش كلام وراء؟ لا كلام وراء أكيد. موجود، خلينا نتكلم اكثر طريقه فعليه. لا اكيد انا من الاساس يعني على طول احنا بننبه التيم انه لان قطر صغير، يعني خلينا نحكي عن قطر، لان قطر اليوم بلد صغير فالسمعه هي كل شيء، ولازم نحن اليوم عشان ننجح ولا عشان نستمر لازم السمعه. اوكي، فموضوعنا مع اي عميل اليوم بيهمنا انه التفكير يكون مثل ما قلت قبل لونج تيرم. اعطيك مثال بسيط، يعني انا اذا اجى عميل انا مقدم له فرصه عقاريه معينه، واجا قال لي مثلا والله عندي فرصه ثانيه من شركه ثانيه وهيدي الفرصه، ونحن شفنا انه لا فعلا الفرصه الثانيه احسن من اللي نحن ننصح ونقول له بالعكس good opportunity go for it، لان احنا بس he goes for it رح يعرف انه نحن عطينا النصيحه الصح. فالمره الثانيه لو يرجع لنا، وكتير رجعوا بعد للشركه وهذا، فبيكون التعامل على مستوى بعد ثقه احسن، وياما ناس كمان راحوا على فرصه ثانيه ورجعوا لنا وخلصنا معهم ديلز وعملنا، وهيك عد على كذا عميل. هاي بالدرجه الاولى. بالدرجه الثانيه لازم نفهم كمان انه العميل لازم تعطيه قبل ما يعطيك. اوكي، فنحن على طول لما ناخد مثلا شيء جديد بإدارة العقارات ولا بالتأجير ولا كذا، قبل ما نحن نشوف انه والله كم ناخد منه نعطيه ويشوف الفرق. ولما يشوف الفرق ويشوف اليوم كابستون كيف كانت انتاجيتها وكيف كان التعامل وكيف كان الموضوع، ساعتها هو لحاله بيصير يرجع لنا بفائدة. اوكي، فبالنسبة لنا على طول we do the investment first قبل العميل he does it with us. ولما يكتشف انه اليوم لا شركة قدمت شيء معين واستفدت منه، ان شاء الله يعني يفيدنا كمان. هيدي اذا بدك المين استراتيجي تبعنا على طول، انه نحن بهمنا نفيد العميل بالاول لنرجع نحن نستفيد. ومش عم نقولها بس كبرنسبل ولا كاخلاق، عم نقول فعليا financially it comes back to you in a very good way. فالموضوع مش بس انه برنسبل، لا حتى لو بدك تعتبره بزنس وفلوس كمان بيرجع عليك بفائده افضل بالطريقه هاي. لذلك خلينا نقول الستيتمنت الثاني تبع الحلقه هذه، انه انت في مشروعك كل ما كنت انت كريم معه اكثر، كل ما كان المشروع كريم معك بالعوائد. وايضا كل ما اهتميت بعملائك اكثر، كل ما استثمرت في عملائك اكثر، بعلاقاتك اكثر، كل ما ركزت في تحسين خدماتك وجودة عملك، كل ما كان المردود خصوصا طويل الأمد من مشروعك أفضل لك لموظفينك ولا شخصك. صح؟ 100%. جميل. ويوسف ادخل على الحامي. يلا. كيف كان سوق العقارات قبل كأس العالم؟ وكيف كان ما بعد كأس العالم؟ وكيف حصلت هاي النقلة برأيك؟ من أنت شفته أنت اليوم في مشروعك أو شركتك تتعامل مع جميع الأطراف اللي موجودة في سوق العقار. صحيح. فنتكلم 10 دقائق مثلا 12 دقيقة في موضوع كيف كان السوق، وأثناء كأس العالم صارت كتير أشياء، وما بعد كأس العالم. برأيي المتواضع طبعا هو السوق العقاري في قطر قطع بثلاث مراحل إذا بدك game changers يعني، أو 3 مراحل كان لهم تأثير كبير على السوق. أول مرحلة أنا برأيي اللي هي ممتدة بين سنة 2011 و2015. هاي مرحلة كان السوق يعني ما شاء الله كبس يعني. اليوم الواحد يعني بس انه مثلا تكون قاعد ما شاء الله ما شاء الله وتشوف الفلوس قاعده تدخل، يعني ما فيش هالافورت ولا في هالبلاننج والاستراتيجي العظيمه وكذا، لا لان كان ممكن تتصل باي شخص تقول له والله عندي شقه ولا عندي برج ب 400 مليون ولا عندي كذا، you will find a buyer and you will sell. اوكي، فكان السوق بالمرحله هاي مثل ما بيقولوا طالع هلا طلع صح غلط هاي موضوع ثاني، بس هاي مرحلة كانت أساسية في انجكشن ضخم كان عم بيكون بالسوق، وخاصة لما ربحت قطر الفيفا استضافة الفيفا، فالموضوع كمان ضخ زاد. اوكي، الموضوع بالموضوع هاي بالنسبة لي أول مرحلة.
المرحلة الثانية من 2015 للفيفا 2022. لأن أنا برأيي السوق بالمرحلة هاي ما كان فيه القفزات اللي كانت صارت بال2011 و2015. في بس مش بالكمية ولا بالعدد اللي كان موجود. فمن 2015 لما نزل شوي النفط، وبعدين عندك السنة اللي صار فيها الحصار وأمور هاي كلها خلت العقار نوعا ما يكون في أي طلعات كثير، يمكن نزلات بسيطة بس مش هالطلعات المهمة. لا وقت الفيفا خلينا نعتبر إنه اليوم ما صار في حركة حتى قبل الفيفا ب3 شهور. كان بعد الناس إنه شو قاعد يصير، لا كان في توقعات بمكان ثاني، توقعات انه لا السوق رح يولع بعد اكثر والناس رح تنام في الشارع لان مش رح يحصلوا شقق يسكنوا فيها، وكان في كل هالكلام هذا. بس انا بقول شغله بهالنقطه، كان في بلانينج كتير مهم من الفيفا الناس يمكن ما كانت عارفه فيه. والدليل انه ما عندك صار عندك شورتج بموضوع السكن، والدليل انه السوق ما طلع بعد طلعه أسوأ من هيك بكتير، ولا طلعه يعني ممكن توقعك اكثر، هو البلانينج. هاي تحسب. وخاصة نحن ككابستون كانت استراتيجية تبعنا، يعني مثلا نحن من الناس اللي ما قررنا نطلع ناس من الشقق عشان نأجرها للفيفا. اوكي لا، قلنا خلينا نمشي بشكل طبيعي. هلا المستأجر اللي هو بيطلع احنا ممكن الشقة هاي نعرضها بسعر اكثر ولا فانيوي. المرحلة الثانية كانت بهالحدود هيدا. المرحلة الثالثة 2023 هون فتت بمرحلة كومبليتلي غير 2011 لل 2015 وال 2015 لل 2022. ليش؟ لأن صار في 3 شغلات كمان أساسيات. أول شيء صار عندك ستوك شوي زيادة في السوق بطبيعة الحال، ترحط عقارات أكتر، شقق، صار في عدد عقارات سكني صحيح. خدمي. تمام. فصار المستأجر أو المستثمر عنده خيارات أكثر بأسعار متنافسة إنه هو يقدر يا يستأجر يا يستثمر في العقارات. وهلأ بقول لك شو أدى هالشيء وليش هي مرحلة ثالثة. صار عمان كمان عندك إدارة الوساطة العقارية صارت كمان عم تلعب دور فعال أكثر بتنظيم السوق، تنظيم الشركات، وهذا بعد كمان شيء جيد جدا بالموضوع هيدا. وثالث شيء اللي هو توقعات الناس اليوم، لأنه قالوا بعد راحة الفيفا فكل شيء شو رح ينزل على الآخر. فهذه التوقعات كمان أنت بتأثر عليك، بدك to see how to manage it، كيف أنت بدك تمشي معها وكيف تفسرهم إنه لا يس نزل بس مش إنه طاح. أوكي. فبالدرجة الأولى اللي حكينا فيها عدد الشقق اللي موجود ولا عدد المطورين كمان اللي برزوا واللي موجودين، هالشي ساعد إنه يصير في تنافسية. وصار المستأجر اليوم ما بيرضى بأي عقار مثل قبل كانت تقول له مثلا في هذا موجود لك أوكي. الحين لا، بيهمه الخدمة، بيهمه الكواليتي، بيهمه اللوكيشن، بيهمه عمر العقار، الفرش كيف شكل الفرش والديزاين. فصار بيفوت بهالتفاصيل لأن الأوبشنز كلها موجودة. وأنا شايف هذا الشيء very positive مش negative، لأن اليوم بدنا عملاء يكونوا ستريكت بموضوع الكواليتي، موضوع الديزاين، موضوع اللوكيشن، لأن بدنا المطورين يبلشوا يحسبوا حساب الموضوع هيدا. وهذا الشيء بيرفع الكواليتي ان جنرال، لأن انت عارف كواليتي العمار مش فيها تشالنجز بالسوق القطري. بس هلا اليوم عارف المطور انا ما في بقى احط اي برودكت بالسوق ويروح معي، نو، لازم اعمل ديزاين على ليفل معين، لازم تشطيب على ليفل معين، فرش على ليفل معين، خدمة على ليفل معين للمستأجر، عشان هذا المستأجر انا حافظ عليه، او عشان انا هالمستثمر قادر اجذبه لعندي ليشتري مني العقار. فهذا الشيء انا برأيي بوزيتيف. موضوع إدارة الوساطة العقارية، يعني اول شيء يعطيهم الف عافية لان دخلوا على سوق كان يعني نوعا ما شوي فاقد السيطرة، مبعثر، وعملوا جهد كبير كبير كتير بالموضوع، ومش هين ومش سهل. السيد خالد المحشادي كمان يعني ما شاء الله عليه very approachable، عارف بالسوق وعم بيضل على طول متصل بالسوق وشايف كيف عم تصير الأوضاع. فهذا الموضوع أنا برأيي حسن إنه عمل ريجوليشن مهم بالسوق وخلاه شوي الأمور تهدى وتصير regulated. أوكي.
وثالث واخر شيء موضوع الناس اللي عم تشتري، نحن هلا شغلتنا تو اديوكيت them، نحن نقول لهم ما في شيء اسمه طاح، لان اصلا اللي كان موجود شوي كان ابوف ماركت بسبب اليوم عندك ايفنت ضخم وكوركشن يمكن كوركشن، او حتى ما نقول كوركشن، هو عم بيرجع لوضعه الطبيعي اللي هو كوركشن، لان اللي صار شوي ابوف لان الايفنت ضخم. الايفنت ضخم، وكان كمان في يعني كاش فلو، صح، نقول يعني ضخ، لازم انت عم تحكي كاس عالم. صح. يعني قد تكون الاستثمارات اتجهت باتجاه معين، يس. بس برضو الواحد صمتها سواء كانت من مؤسسات، من جهات حكومية، من شركات، من أفراد، من محافظ استثمارية، مرات بتوعى تعيد حساباتها. فبالعكس أنا إذا بترجع بتقلي بوست فيفا I'm very positive، مش بوزيتيف عن يعني مثلا عم نحاول نقول لهم للناس إنه يلا استثمروا تمام وإيجابي، لا، بس أنا إيجابي لأن اليوم لما يصير عندك الترند تنافسي، إذا بتلاحظ اليوم، لاحظ انت حتى الديزاين، يعني اي شخص اليوم مثلا عاش في قطر ولا عارف قطر من 10 سنين لهلا، صار بيشوف الديزاينز اللي كان يشوفهم في العمارات ولا بالابراج اول، والحين كيف صار بيشوف موضوع مثلا البيمنت بلان ولا طريقة الدفع، كيف صار المطور عم بيسهل. ما كانت موجودة هالشغلة، ما كانت موجودة، فصار اليوم عم بيسهل اليوم اللي عنده مبلغ معين يقدر يدخل في العقار، قبل ما كان يقدر. فاليوم صار فيها الفرصة انه يدخل في العقار على ديزاين احسن، على لوكيشن منيح، يعني اللوسيل ما شاء الله شوف التطور اللي فيها اللي صاير، ولا اللؤلؤة. فأنا شايف صراحة العملية اللي صايرة correction and positive. طيب، وبالنسبة لموضوع كابستون، هل ممكن يعني اليوم يكون في بريك ثرو أو انوفيشن أكتر بالسوق العقاري، خصوصا مع دخول التكنولوجيا أكتر، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي أكتر، وأيضا شفنا حركة كتير كبيرة من بروبرتي فايندر في آخر فترة، وظفوا ناس في الدوحة، صار عندهم مكتب. فهل هناك توقع في مجال للإبداع والتطور والاستثمار الإبداعي أكتر من أنه هو تراديشنال أو الطبيعي أو الخدمات المتعارف عليها، خلينا نقول في قطاع العقارات؟ وهل أنتم لكم نظرة في هذا الموضوع ككابستون؟ لازم يعني شوف، انت بتوصل لمرحلة الشركة بعمر كابستون عمرها 12 سنة بتصير تطلع 10 years لقدام، مش 1 year. فموضوع التكنولوجيا هيدا موضوع أساسي، ولازم الكل يحسب له حساب كبير، ولازم الكل اليوم يحطه بالأولويات الأولى. يعني الموضوع مش مزح، لأن كمان ممكن يغدر فيك، يعني ممكن أنت تأجله سنة، سنتين، 3 سنين، تلاقي لا وتبلش شو سباق مع الوقت. لا، لازم الواحد من الحين يعمل بلانينج لموضوع التكنولوجيا، ويعمل very strong بنية تحتية تكنولوجية بالشركة كلها، لازم تكون من الأولويات، لأن الموضوع هذا جدا مهم وجدا راح يكون متصل ببعضه لقدام. طيب، إذا نتكلم اليوم أكتر على كابستون والتيم اللي أنت شغال عليه، إذا خلينا نقول مثلا إيش في ممكن نقول 3 شغلات رئيسية بتحرص عليها كمدير تنفيذي أو شريك إداري أو مؤسس لإدارة فريق العمل في القطاع العقاري؟ دائما القطاع العقاري خلينا نقول فيه شوية تسيب صحيح، واحد لازم يكون عنده شوية يعني ضبط للموضوع هذا. فكيف وجهة نظرك هذا الموضوع؟ لأنه موضوع إنه يكون عندك فيه شركات property management أو real estate management أو شركات عقارية بكمية ستاف، خلينا نقول من وجهة نظري طبعا فوق 30 احترافية، ما في كتير أصلا في الدوحة. وبرضه لدول كلهم خلينا نقول وصلوا لهذا الاحترافية بآخر سنوات، خلينا يمكن 10-8 سنين فعليا وصلوا هذا الناس لهذا الاحترافية في العقار. قبل هيك ما كانوا، شفنا بأسواق أخرى، صحيح، لندن، تركيا، دبي، مصر، ولكن ما شفنا قطع إلا مؤخرا. فشو وجهة نظرك على موضوع إدارة فريق العمل العقاري، وإيش الدافع اللي أنت ممكن تحرص إنه دائما يكون موجود عند الموظفين؟ هلا موضوع الموظفين هذا شيء أساسي. يعني بالنهاية أنت كشخص ما إلك أي يعني لحالك مش حتقدر تسوي أي شيء، فالتيم هو شيء أساسي من
المنظومة كلها تبع الشركة. نحن بكابستون ان جنرال بحاول أنا على قدر المستطاع إنه أخلق جو إذا بدك عائلي healthy culture، تخلي الشخص اللي جاي الشغل جاي مبسوط. اوكي، مش انه والله جاي ومهموم جاي على الشغل، لا، نحاول انه لا يكون مشجع انه هو جاي على الشغل. والحمد لله نحن الموضوع عندنا بالشركة هالشكل. يعني اليوم كابستون كلنا فاميلي واحدة بالشركة، وكلنا نتعامل مع بعض على ليفل واحد. يعني بعطيك اكزامبل، انا اليوم المدراء اللي موجودين بالشركة، انا المدير الموجود بالشركة عنده بالدرجة الاولى سبورت، بالدرجة الثانية enabling، يعني يخلي يعطي، يعني يشوف كيف يعطي للموظف أكثر. lead by example، يعني اليوم لازم يكون عم بيشتغل وعم بيتعب أكثر من الناس اللي تحته. رابع شيء المانجمنت. فاليوم لا، الناس كلها بتحس حالها engaged، وما حد يعني على قدر المستطاع طبعا ما حد يحس حاله مغبون. وبالنهاية يعني أنا كنت موظف، أنا ما بنسى أنا كنت موظف، ولا بنسى شعوري كيف، ولا بنسى المشاكل ولا الخبرات اللي واجهتها وكذا. فأنا بحاول كل هالقصص هاي صلحها بالشركة، وحاول على قد ما في يقدم جو مناسب لأنه الموظف يعطي اللي هو أفضل شيء. ومثل ما قال تبع شركة فيرجن، قال take care of your employees and they will take care of your customer. ف this is what we do. طيب أبو يوسف، إذا شخص حابب يدخل القطاع العقاري، سواء كان استثمار بالعقارات أو كان حابب يفتح شركة إدارة عقارات أو ريال استيت مانجمنت، إذا ممكن تعطينا ريكومنديشن أو يس. هلا طبعا هن شغلتين مختلفين، بس إذا ما نحكي على شخص حابب يدخل يستثمر في العقارات، الحين الفرص اللي موجودة فرص كلها حلوة، فرص تنافسية. فهو أنا بس بنصحه يطلع على 3 شغلات أول ما هو بده يجي يدخل على عقار، حسب طبعا البادجت تبعه. هو أصلا ليش داخل؟ يعني هل هو داخل يشتريها عشان هو يسكن، ولا عشان يأجر ويعمل عائد استثماري؟ هي بتأثر هو اليوم وين يدور. الموضوع الثاني اللوكيشن، هذا شيء أساسي. أنا اللوكيشن ما بتطلع فيه اليوم، لازم أنا عطول اقرأ اللوكيشن على 3 ولا 4 ولا 5 سنوات، هاي اللوكيشن وين رايح، أنا أعرف الاريا الأنسب اللي أنا استثمر فيها. وثالث شغل المطور، شو الريفرنس اللي موجود عن تبع المطور، شو الكواليتي اللي بيطلعها، شو الديزاينات اللي بيطلعها، اوكي، شو سمعته بالسوق. فهذا شيء أساسي. وانس أنا هال3 شغلات بقدر افهمهم مزبوط وادرسهم مزبوط، هذا الموضوع بخولني انه ان شاء الله يكون اي شيء استثمار بعمله يكون بالمكان الصح. بالنسبة لأول نقطة، هدف الاستثمار، هل هاي 3 أهداف اللي ذكرتها الأنواع كلها موجودة في قطر، مطروحة في السوق القطري حاليا؟ مطروحة في السوق القطري. في عندك انت كتير شقق استعمال شخصي، اوكي، وفي كتير شقق كمان خارج استثمار حسب السعر. يعني الشغلتين موجودين. رح أعطيك شوي هيك ليش، شو الفرق مينلي. لما يكون استعمال شخصي السعر مش أولوية، أوكي، وأنا برأيي مش لازم يكون السعر أولوية، لأن أنت بالنهاية في شقة أنت ساكن فيها مع عائلتك وروحك بالضبط. فلازم أنت يكون شيء أنت مريح بالنسبة لك ساكن فيه. طبعا السعر له تأثير، بس هذا بيجي سكند. أما اليوم بموضوع الاستثمار لا، السعر أساسي، اوكي، لان انا اليوم بهمني اعرف العائد الاستثماري على العقار تبعي كيف راح يكون. فهون اليوم بصير السعر جزء اساسي من المعادله. بالنسبه للنقطه رقم 2 اللي هي اللوكيشن، كثير من تركيز الاستثمار العقاري وشركات العقار في لوسيل، صحيح، لكن ايضا ظهرت مؤخرا للاجانب فرص استثماريه في اماكن اخرى، نفس مثلا الغرافه. صحيح. ما هي حقيقة الفرص الموجودة هناك؟ هل هي تجارية ولا فعلا لها مستقبل؟ لأنه الغرافة شيء تماما منفصل تماما ومختلف تماما عن لوسيل كمدينة جديدة، مدينة عصرية منفتحة. غرافة خلينا نقول منطقة قديمة أكتر، عائلية أكتر، القطع فيها البلوتس أكبر سواء كانت فيل أو للتجارة.
ديفلوبت اكثر ماتشور اكثر. فكيف ممكن انا اكون اختار بين مثلا استثمار هنا او هناك؟ ما هي كمان ترجع شوي للنقطة الأولى. اوكي، اليوم أنا مثلا إذا بدي استعمال شخصي وفاميلي اورينتد ومثلا بدي فيلا وعندي بادجت معين وحابب لوكيشن وسطي ولا لوكيشن بعد منيح اللي هو مثل الغرافة، فبتجه على الغرافة. اوكي، لا حابب شيء استثمار، حابب شيء أجر شقة كذا، ما في بالغرافة، بتجه على اللوسيل. بس بشكل عام مناطق الدوحة هلأ في حسب القانون يعني المجمعات، داخل المجمعات ممكن صار الأجنبي ولا الغير القطري يستثمر ويطلع له سند ملكية كفري هولد، يعني كسند ملكية حر، مش 99 سنة. أوكي، فهذا الشيء بيساعد اليوم إنه لو ما ينفرز المجمع، ولا لما تسوي مثل ما عنا من أحد المشاريع عاملين مجمع وفارزينه على كواليتي جدا ممتازة يعني جدا حلوة. تحب تذكره؟ ايه، عندنا مشروع بالغرافة مع مطور كمان يعني سمعته كتير منيحة، النماء للتطوير العقاري. المشروع اسمه فيتا، هو كناية عن فيلل ملتصقة قابلة للفرز بعدين وتكون سند ملكية على وفي عنا كتير غير قطريين استثمروا في المشروع وعاملين كواليتي معينة، لأن عاملينها نحن بالنسبة لنا أي حدا بيجي بنقول له هذا بيت أوكي، هذا بيتك، فمعتبرينه بيتنا، فكل شيء حاطين فيه من ماتيريال من ديزاين من كذا كله على ليفل اليوم إنه إن شاء الله يعني يكون شيء ببيض الوجه مع العميل. طيب ندخل شوي أكتر على بيوسف على المستوى الشخصي. شو بعض التحديات والمشاكل اللي أنت شخصيا بتمر فيها قد يكون فريق العمل أو السوق أو الجهات المشرعة أو حتى العيلة ما بتحس فيها كصاحب مشروع في قطاع العقاري؟ أكيد يعني مثل ما بيقولوا على طول في شيء على حساب شيء، صح؟ يعني الواحد ما بيقدر يعمل فول كنترول على كل شيء. إذا بدك تعطي كل وقتك اليوم لشركتك تزدهر وكذا بيأثر عليك بمطارح ثانية، بيأثر عليك يمكن على شخصيا، بيأثر عليك على العائلة. كيف على طول أنت اليوم أكبر تشالنج أنا بواجهه هو البالانس، وهذا شيء جدا صعب ولازم على طول في مطرح معين يكون في تقصير. إذا بتركز بمحل معين رح يصير في تقصير بمكان ثاني، فإنك تخلق البالانس هيدا شيء يعني من أصعب التحديات اللي أنا بوجهها. وهو على طول هيدا الديليما، ليه؟ يعني إذا قصرت شوي هون بتحس بالذنب، وشعور الذنب مش سهل. إذا قصرت شوي بالشركة بتحس بالذنب كمان، عندك ناس معك وعندك تيم وعندك فعلى طول to try to find الكومبينيشن هي مش موجودة طبعا، مش موجودة. متفق عليها هاي صح؟ لا مش موجودة. انت ما عندك work life balance خصوصا على المستوى اليومي، مستحيل. صحيح، ما فيك يعني حتى على المستوى الأسبوعي ما فيك. يعني أنا صراحة يعني زوجتي يعني الله يعطيها العافية فعم تدعم كتير بهالموضوع، وعم بتغطي قد ما فيها التقصير اللي عم بيطلع مني يعني في جهة العائلة في جهة العائلة. بس هو هيدا يعني من أكتر التحديات. يعني أنا بالنسبة لي موضوع الورك لايف بالانس أو المساواة أو حسبتك بين العمل مع الحياة على مستوى يومي مستحيل، خصوصا لرائد الأعمال، خصوصا صاحب المشاريع. حتى من وجهة نظري أيضا على مستوى أسبوعي مستحيل. يعني تقول والله أنا مدي يومين فقط لشخصي أو يومين، نص اليومين هدول لشخصي وباقي الأيام لا. يعني أنا التوجه اللي أنا رحت فيه أكتر على مستوى خلينا نقول أسبوعي، وبعض المواسم لأنه إحنا قطر سوق موسمي بغض النظر عن القطاعات، خدمية، تجارية، تسويق منتجات، عقار، ترفيه، احنا موسمي، عندنا كم شهر الدنيا كلها بتوقع. صحيح نقول فتوجهت أكتر خلينا نقول الموازنة على مبدأ الأسابيع أو الأشهر، في أسبوعين 3 يعني زي ما حكيت خبر المدام أنا مش موجود هالأسبوعين، يعني أنا موجود بس مش موجود تماما. صحيح. وإذا كان في على مثلا خصوصا بشتغل كتير على الفترة الماضية مع اللاعبين فبسافروا،
فالسفر ممكن بطولات 2-3 ورا بعض، هاي 3 أسابيع مروا انت برا البلد، مستحيل كنت تقدر تعمل إشي مع البيت. صحيح. ولكن لازم تعوض. فهو ميزان، بتشيل مي من هون بتحط مي من هون، بس المي نفسها طاقتك ما فيك تخلق وقت بالضبط، بس بدك تاخذ وتعطي. صحيح. ما هيدا التشالنج الكبير بالنسبه للتوظيف في قطر. من اصعب الاشياء، السوق ضل ليميتد وصغير. فكيف خلينا نقول التالنت بول او المواهب او استقطابه، شو انت بتشوف لموظف جديد عم بيقدم على كابستون؟ انا يعني معروفه عند الكل والكل بيذكرها، بس انا عندي اساسيه الاتيتيود. يعني هذا معروف، الكل بيقول لك اتيتيود. عندكم اتيتيود يا شباب؟ بس الاتيتيود جزء مش بس مهم، فوق المهم. وانا حتى وصلت لقناعه حتى ما عندي مشكله اوظف ناس ولا لهم علاقه في العقارات، اوكي، بس اشتغل معاهم حتى لو استثمر فيهم على سنه. عندي ريكومنديشن ممكن تمام، يلا ابعث لك اياها لواحد بشوف. اهلا وسهلا. بس جد وصارت وبيعطوا بعد احسن، لان بيشربوا من الشركه، بيشربوا من الكالتشر تبعنا. عندهم they are eager، يعني عندهم اللي هو حب التعلم وحب انه يشتغلوا، خاصه لما يشوفوا جو الشركه بعد زين وحلو، فهذا الشيء بشجعهم اكثر. فبالنسبه لي on top of the list الاتيتيود، الشخص اللي قاعد قدامي اليوم شو مستعد يعمل to excel in his work. هيدي بالنسبه لي نمبر 1. نمبر 2 اللي انا بنتبه لها على طول، لان ممكن نمبر 1 يبين شيء، بس نمبر 2 انا لما اطلع بالسي في بطلع على شغله واحده، قديش كل فتره مغير شغل الشخص. يعني اليوم انا مثلا يمكن شوف شخص كل سنه في شركه، صح، اوكي، فانا هذا بالنسبه لي حتى لو قطع بوينت 1، اذا بوينت 2 هاي موجوده انا بيعمل لي الموضوع ريد لايت. فطول ما بشوف الشخص عم بياخد وقته بالشركات اللي هو قطع فيها، طول ما الشيء بيطمني انه اليوم انا تو انفست ان ذس بيرسون. شوف هاي النقطه تلفت انتباهي على السيفيات، ولكن ايضا مرات بالنسبه لي كنت استبعد ناس قبل ما اصلا اشوفها لما يكون مغير شغل. ولكن مرات يعني بعد ما شوي صار عندي خلينا نقول experience اكتر، maturity اكتر، افكر انه لا، في مرات employers سيئين، موظفين شركات سيئة، وممكن يكون الشخص مش محظوظ بس. يعني انا شفت فعلا، قابلت ناس كان في بعض السكيلز اللي انا محتاج لهاي الوظيفة، ولكن كان يرد فلاجز مش فلاج على موضوع انه هو ينتقل كل 3-4-6 شهور بين الشركات. فمش يعني مستحيل شخص يعني عنده هذه السكيلز وعنده هذا الطموح بالكتاب اللي هو المايلستونز اللي هو عاملها بهاي الفترة القصيرة بهاي الشركات. فجبته قلت له ايش صار؟ قال لي والله مديري كان كذا، صاحب الشركة كان كذا، تأخير في الرواتب مثلا، كانوا واعديني بكذا، التعامل لغة الكلام سيئة. ف يعني صح هي ريد فلاج لازم الواحد ينتبه لها جدا من وجهة نظري، ولكن قد يكون القطاع العقاري مختلف، لانه انت اليوم انت لونج تيرم بزنس كمان اكثر كريال استيت. بالنسبه للاتيتيود فانا اتفق معك 500%. قصه قصيره اسحب منك شوي البودكاست. كان عندي موظف كان ممتاز جدا، كواليتي الشغل يعني خلينا نقول 9.5 من 10. إذا كنت معطيه مثلا 12 مهمة بينجز منها 11 10 من 10، ال 12 ممكن يكون 8 من 10. فهو إيش هذا؟ موظف مثالي من ناحية الجودة. مشكلته الوحيدة كانت الاتيتيود، أو خلينا نقول بالعربي المزاج، مش المزاج، الاتيتيود بالعربي إيش؟ النفسية. كانت نفسيته سيئة، وكان نفسيته سيئة مش معي، في نيجاتيفيتي يعني مش معي، مع الموظفين. ففعليا في هذا الديبارتمنت نقول هو كان إذا مش الأحسن فهو من أحسن 2
بس مأثر على الباقي، مأثر على الكل، بطلوا الموظفين يتعاملوا معه. وهو كان احنا هون بشكل عام كماركتينج ايجنسي التيم وورك ضروري جدا بكل المشاريع. كل شيء اعطيته وارنينج مكتوب، اول شيء وارنينج كلام هيك يعني ظريف بالحسنى زي ما بيقولوا، بعدين شديت عليه بالكلام شوي، بعدين صار وارنينج كتابي، بعدين صار وارنينج قانوني، بعدين فصلته. وانا قعدت معه قلت له يا فلان انت انفصلت عندك بس علشان الاتيتيود. قلت له انت شغلك مثالي، وانا اتمنى وانا ارى لك يعني مستقبل جميل جدا في هذه الاشي اللي انت بتقدمه، وقد يعني تبدع وتكون على مستوى اقليمي يمكن عالمي، بس مش عندي ومش مع اي شركه ثانيه اذا انت استمريت على نفس النفسيه. واحنا من الشركات اللي جدا نستثمر في الموضوع هذا جدا. الموضوع راح الاسبوع الجاي رايحين على سلين، رايحين على الكاب مثلا، عرفت؟ ف يعني انا جدا سعيد انه اسمع انه في رواد اعمال او انتربرنورز او بزنس اونرز فعلا اليوم الاتيتيود كثير بتفرق معي انا كمدير، بتفرق مع الموظفين، بتفرق معه هو وجهة نظره للعمل. ما نظرتك ونظرة كابستون للسوق الأكثر إثارة في الشرق الأوسط والعالم حاليا، السوق السعودي؟ شوف، أول شيء أنا رحت كذا مرة بالفترة الأخيرة على الرياض كمان، لأن إحنا مثل الكل يعني تو إكسبلور والواحد يشوف شو الوضع. أنا اكتشفت ثلاث شغلات أساسيات. يعني أول شيء السوق السعودي أو سوق العقار السعودي هو بالدرجة الأولى للسعوديين، لأن في عندك عدد سعوديين عكس قطر عكس دبي. أوكي، فالواحد لازم ينتبه لهالنقطة كتير منيح. أوكي، وبالعكس هذا شيء كمان نرجع نقول بوزيتيف مش نيجاتيف، بس لازم الواحد يتنبه إنه اليوم أنا لما بدي أدخل to be careful، أعرف إنه هيدا السوق سعودي للسعوديين بالدرجة، التشريعات بتحمل مواقف بالضبط بالدرجة الأولى، مش بس كل شيء، حتى الانفستمنت اللي عم بيسووها. أنا رحت سيتي سكيب جلوبال بالسعودية، كل اللي سووه عم بيسووا شيء على ليفل جدا عالي، وكل اللي سووه المين تارجت وبالدرجة الأولى السعوديين، وأنا أحترم ذلك، والكل لازم يحترم هالشيء لأن يهتموا بالناس يعني بشعبهم. الشغلة الثانية سوق كبير وسوق ما شاء الله يعني ضخم، فكمان بدك تعمل حساباتك بشكل كتير منيح، وبدك تكون الخطوات تبعك very steady وكتير حذرة قبل ما تدخل مرة واحدة، لأن الكومبيتيشن كتير قوية مش هينة. أوكي، ممكن يسلك كل واحد له حصة، بس بذات الوقت على كبره بيغش شوي، فلازم الواحد يكون يتنبه لها النقطة كتير منيح. والشغلة الثالثة اختار الشخص الصح معك بالسعودية. يعني هو بأي مكان الموضوع هيدا، بس كمان بالذات بالسعودية خد وقتك بأنك تختار الشخص السعودي الصح، يكون موجود معك ويكون مثل ما بقولوا حتى قدامك، ويكون شخص very active معك، مش انه شخص يلا تفضل وانت اشتغل الشغلة، هو معك very active. فهذا هول الثلاث نقط اذا الواحد بيتنبه لهم يعني ان شاء الله يكون شيء يعني بالنسبة له منيح بالسعودية. نختم اللقاء أنتوني بسؤال: هل فعلا العقار يمرض ولا يموت؟ أكيد. وليش؟ العقار يمرض ولا يموت لسبب. أول شيء أنت مثل ما شايف يعني ما شاء الله العدد السكاني على طول في ازدياد، والحاجة للسكن والحاجة لشيء جديد والحاجة لأنك أنت تحسن من الليفل اللي أنت فيه، أو الحاجة لبكرة مثلا ابنك يكبر ما شاء الله تزوج وكمان ويسكن في بيت. هيدا الحاجة البرودكشن هاي ما بتوقف، فطول ما هيدا موجود طول ما اليوم العقار له شغله. بس مش أي عقار، يعني في عقارات تفقد من قيمتها لعدة أسباب، يعني ما بيهتم فيها صاحبها ولا عملها بطريقة غلط أو هي موضوع ثاني. بس بشكل عام أفضل انفستمنت أنت تدخل فيه العقار. يعني اليوم مثلا أنا بشوف شباب مثلا تلاقيه شاري سيارة مثلا 2 مليون،
كشخص بالعقار اوقات بزعل من كيف بقول طب اشتري ب1,000,000 سيارة مثلا و1,000,000 ثاني اشتري فيها عقار. بس لازم عن جد الموضوع هذا يكون له توجيه بشكل كتير كبير، لأن فعلا انت اليوم وخاصة اذا بتفكر بالعقار لونج تيرم مش تجارة. يعني العقار مش سيارة مثلا تشتري وتبيع وتشتري وتبيع وتعمل فلوس، لا العقار لونج تيرم بتجيب شيء بتحط فيه فلوس لك لأولادك لقدام. اوكي، فالموضوع بالعكس جدا مهم وفعلا يمرض ولكن لا يموت ابدا، ولا تاريخيا ولا اليوم العقار يعني مات. يوسف شكرا. الله يخليك، شرفتنا. شكرا لك. تنهي بستيتمنت معينة في عندك شو تضيفه ولا شكرا لك ابو فهد، وان شاء الله يعني نكون شوي اللي حكيناه نفيد الناس يعني على قدر المستطاع. شكرا كتير، شرفتنا بيوسف.